نقول انه البيرن اوت بيتقال عليه ان هو تمن الاهتمام وتمن النجاح والانجاز. يعني ايه؟ اكتر منطقتين في حياتنا بيجي فيهم البيرن اوت بيبقى يا في العلاقات يا في الشغل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اكتر مكان انا بحب اشوف نفسي فيه كشخص منجز وشخص ناجح وبأدي المهام بتاعتي وان انا ليا قيمة في الحياة في منطقة الشغل بتاعتي، ودي الجزء اللي بيحتاج مني اهتمام ورعاية في الشغل، وان انا ابقى بانفست كل تفكيري وطاقتي في مجال الشغل. وتمن الاهتمام لانه الشخص اللي بيبقى في علاقه وبيبقى عايز ينفست في العلاقه دي جدا وعايز يحس بالنجاح ويبقى شاطر جدا والعلاقه دي ناجحه جدا وبيهتم قوي بالطرف التاني او اطراف تانية، فده بيبقى تمن الاهتمام ان هو مركز قوي في النيدز بتاعت الاطراف اللي معاه في العلاقه، عايز يسبورت ذم، عايز يدعمهم، عايز يخليهم مبسوطين. فتمن اهتمامه ده بيبقى الناتج في الاخر البيرن اوت لما الموضوع بيزيد عن حده، سواء في الشغل سواء كان في العلاقات. ايه الحد او ايه الكتير اللي احنا بنتكلم عليه ده بيبقى according to كل شخص، يعني كل شخص على حسب قدرته هو بيقدر يدي ايه وما بيقدرش يدي ايه، وايه اللي بالنسبه له فوق الضغط النفسي، ايه اللي بيعتبر ضغط نفسي. في الشغل مثلا اللي ممكن يعتبر ضغط نفسي ان الشخص بياخد معاه الشغل بتاعه البيت، ان هو ده بالنسبه له الكتير، ان هو طول الوقت محتاج ياخد شغله معاه البيت طول الوقت. في حد تاني لا، اللي هو طول الوقت قاعد يفكر بالليل ان هو يا نهار ابيض بكره يوم جديد وهنبتدي من اول وجديد الهسل بتاع الشغل الاحتياجات اللي الشغل بيحتاجها مني. فده في الشغل. في العلاقه لو طول الوقت في متطلبات وعايز يشبع احتياجات الشخص الاخر ويبقى بيلبي احتياجاته، فبيستهلك منه طاقه لانه مشغول طول الوقت. العلاقه دي محتاجه ايه عشان تتحسن؟ العلاقه دي محتاجه ايه عشان تتظبط؟ طب اعمل ايه عشان اريح الطرف التاني؟ طب اعمل ايه عشان اسعده؟ طب فطول الوقت عمال ينفست في العلاقه دي. فدول المنطقتين اللي بيجي فيهم البيرن اوت، الاشخاص اللي بتهتم قوي بالعلاقات وبتنفست فيها وتبدا تنجلكت النيدز بتاعتها او تتناسى الاحتياجات بتاعتها في العلاقه، والاشخاص اللي بتبقى مهتمه قوي بشغلها ونجاحها والانجاز بتاعها في الشغل. طيب احنا زي ما قلنا ان الفيديو ده هنتكلم النهارده على ايه المراحل اللي بنمر فيها وهل بتاعه البيرن اوت، وهل انا في اني مرحله من المراحل دي سواء في الشغل او في العلاقات. في مرحله كده بتبتدي، اول مرحله معايا مرحله الهاني مون، اللي هي كل حاجه جميله، انا بادئ العلاقه او بادئ الشغل بتاعي عندي اهداف مثاليه جدا، وعندي اكسبكتيشن عن الشغل او عن العلاقه. احنا بقى هنتكلم عن الشغل والعلاقه بس انا هتكلم في الجنرال دلوقتي. عندي اهداف مثاليه جدا، عندي طموحات فظيعه، وعندي حماس رهيب جدا ونشاط وطاقه وعايز ادي واعمل احسن حاجه عندي. في نفس الوقت عندي توقعات عن قدراتي انا في العطاء بقى، سواء في الشغل او في العلاقه دي بزياده بقى، بزياده انه انا سوبرمان او سوبر وومن بقى، انا فظيعه، انا جامده، انا هقدر يعني اعمل كل حاجه، هخلص كل التاسكات واعمل كل الميلات وهقدم كل اللي اقدر اقدمه في العلاقات، ويعني كل حاجه هتبقى بيرفكت جدا. في الحكايه دي احنا بيبقى عندنا طاقه رهيبه جدا وعندنا ابداع، في سنس كده كرياتيفيتي بيبقى طالع في الموضوع، انه انا اقدر اكرييت حلول واقدر اتفاعل بابداع وذكاء في اي تشالنجز ممكن تقابلني، في قدره على التكيف مع اي حاجه بتحصل وتفكير ايجابي كده، والدنيا بتبقى حلوه. فعشان كده بيسموها الهاني مون فيز او مرحله شهر العسل، سواء كانت في الشغل ان انا لسه مستجد في الشغل كده وشخص مبتدئ يعني والدنيا حلوه وعندي حماس المبتدئين في الشغل، او في العلاقه والمرحله في بدايتها والله والدنيا جميله. دي اول مرحله. تاني مرحله عندنا بنسميها مرحله المنبه، ان كل حاجه جوايا عماله تديني جرس تن تن تن، اللي هو خلي بالك. المرحله دي فيها جزء اولاني وجزء تاني. اول مرحله، اول جزء فيها او اول مستوى فيها في مرحله المنبه او الالارم ستيج، اللي بيحصل فيها انه انا بخش في المود بتاع الفايت او الفلايت او الفريز. احنا كنا اتكلمنا عليه في بوست قبل كده، انا هشير لكم لينكات البوستات دي عشان تقروا عنها. المرحله بتاعت ان انا حماسي باندفاع شويه او بتجنب شويه، ان انا بحس بخطر او تشالنج فانا ببدا اللي هو اواجه او اهرب او اتجمد واشوف انا محتاج اعمل ايه. ودي مرحله بنمر بيها كلنا في اي تشالنج احنا بنمر بيه. بس اللي مش لطيف في الموضوع انه المرحله دي لما بتزيد عن حدها، لانها المفروض تبقى
حبه صغيرين. المرحله دي بتظهر لما يكون انا اندر ستريس، ربنا خلق لنا الميكانيزم ده عشان اقدر اواجهه او اقدر اتصرف معاه او اتجنب الخطر اللي انا فيه. ميكانيزم كده سريع بيحميني. المشكله فيه انه لما يزيد عن حده الهرمونات بتبدا تتفرز في جسمي وبتتراكم وانا مش بخرجها بشكل صحي ولا سليم، فاللي بيحصل ان ده بيأثر على صحتي. في المرحله دي بيبدا يحصل ايه بقى؟ ان المتطلبات اللي جاياني كتيره قوي. انا في متطلبات عماله تيجي عليا كتير وانا مش قادر اكفي كل المتطلبات دي، مش قادر اخلص كل التاسكات دي زي ما انا كنت متوقعه من نفسي، مش قادر الاحق كل النيدز اللي جايالي في العلاقات دي وانا مش عارف اهندلها. في مشاكل كده بدات تخرج من ايديا، ففي منبه عمال يحصل ان انا بدات اتعب، بدات احس بالانهاك. بس تمام يعني اللي هو بحاول، وبدا يبقى في سنه احباط وانه انا مش عارف يعني اعمل ايه. بس الحاجه الوحيده اللي في ايديا دلوقتي ان انا قادر اتخلى عن احتياجاتي، ان انا هروح اللي هقدر اعمله ان انا اتخلى عن احتياجاتي واقدر اكفي كل المتطلبات اللي جاياني دي. وهنا المرحله دي اللي بيبدا يحصل فيها ان انا بقلل البريك، ببدا اخد الشغل معايا البيت، او ببدا افكر طول الوقت في المشاكل بتاعه العلاقه ازاي احلها. فبيبدا يحصل انه دماغي بتبقى ستريسد اغلب الوقت، وببدا اضغط نفسي، ومش مهم احتياجاتي دلوقتي، مش مهم اكل، مش مهم انام، المهم اخلص، المهم اعمل اللي عليا. فدي مرحله الضغط العصبي بيبدا يزيد لفترات طويله، ودي بتاخد معايا فتره طويله، يعني بتاخد مش شهور، دي بتاخد سنين. ان انا طول الوقت عمال انا في ستيج الالارم او في ستيج المنبه اللي هو خلي بالك خلي بالك، الضغط عمال يزيد، انت عمال تتخلى عن احتياجاتك، انت بدأ يخشك احباط، انت الطاقه بتاعتك قلت، انت ما بقتش قادر تتعامل مع المشاكل زي الاول، ونفسك بقى اقل. كمان بيبقى في مرحله بتاعه انه انا مش مشبع نفسيا لا في العلاقه ولا في الشغل، اللي هو توقعاتي ما كانتش تمام. يعني ببدا اقف على ارض الواقع بقى، واضح ان الدنيا مش وردي، وان الاحلام مش مثاليه زي ما انا كنت متخيله، والمفروض الواحد يقف على ارض الواقع. وايه ده، هو انا طلعت ضعيف ولا ايه، ولا انا محتاجه اشد حيلي شويه، ولا قدراتي عامله ازاي؟ ويبدا نخش من هنا للمرحله الثالثه، وتتسرسب لنا المرحله الثالثه، مرحله الريزيستنس، ان انا عماله اقاوم، ان هو في حاجه عماله تجيلي وانا بنشف على نفسي كده. دي المرحله اللي بيبدا فيها يقل الموتيفيشن، الحماس بيقل تماما، الطاقه بتبدا تقل خالص. وهنا المخاوف بتبدا تطلع لنا بقى، المخاوف بتاعه ايه ده، هو انا مش قادر بجد، ايه ده، هو انا ضعيف بجد، ايه ده، هو انا هفشل، ايه ده، هو انا الدنيا هتخرج من ايدي وهتبوظ. في مخاوف بتبدا تطلع لنا على السطح في مرحله الهانيمون الاولانيه اللي بيحصل. المخاوف دي احنا بنعملها سبريشن كده، مش عايزين نشوفها، بنجنبها كده، اللي هو لا 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 لا، انا تمام والدنيا تمام والاحلام هتتحقق، وداخلين بقلب كده جامد وصدر مفتوح. لكن في المرحله الثالثه بتاعه الريزيستنس، هنا المقاومه بتظهر، اللي هو ايه ده، هو في مخاوف، ايه ده، هو بجد الموضوع بجد ولا ايه، هو انا قدراتي مش كفايه ولا ايه. وتبدا المخاوف دي تظهر، ويبدا بقى رد الفعل ناتج المرحله دي اللي بيحصل، ان هو انا بيبدا تظهر مرحله اللوم، اللي ببدا الوم السيستم اللي انا فيه، او انتقد السيستم اللي انا فيه في الشغل، او الوم العلاقه نفسها او الاطراف اللي انا فيهم وانتقد نقد لاذع. وتبدا تظهر بقى هنا مرحله الديبرسوناليزيشن، بتاعه انه انتقد واسخر واتريق وازعق والوم، لاني بدات احس بالويكنس، بدات احس ان انا مش كفايه. المرحله اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي بيبدا يكون فيها قناعه عن نفسي، هو انا فاشل ولا ايه، هو انا مش كفايه للعلاقه دي او للشغل ده ولا ايه. وهنا بيبدا يظهر بقى بدايه ديبريشن، اكتئاب، وبدايه انكزايتي، توتر وقلق وخوف، ويبدا يظهر معاها اسلوب سلبي في التفاعل، واعراض جسديه تبدا، الام بقى، صداع ما بيفرقنيش، ظهري على طول وجعني، كتفي متنشن، معدتي قلبة عليا، وابدا احس ان صحتي عماله تنزل. بيبدا هنا يحصل كومباينيشن بين العرض الجسدي والعرض النفسي، ويبدا يظهر السلبيه والسخريه في نفس الوقت. المرحله دي بقى تقودني، يبدا الاكتئاب يخشني كده ويملاني، والله كده ابقى شخص مكتئب حلو كده، يعني ابقى مكتئب على عظيم يعني. وتبدا مرحله الوحش. انا كل ده بتكلم في سنين، مش بتكلم في شهر او 2 أو 3. البيرن اوت لما بيتشخص ان الشخص فيه المرحله الثالثه والمرحله الرابعه اللي انا هتكلم فيها دي اكتر من 4 شهور او 3 شهور، ان هو الستيج الثالثه والرابعه اللي انا هقولها حالا، انه بيكون عدى فيها 4 شهور او 3 شهور بالقليل.
والمرحلتين دول ما بيظهروش الا بعد سنين. ان انا عمال اكون في المرحله الثانيه بتاعه المنبه دي سنين، انا مليان هرمونات ضغط عصبي بقالي سنين، مش بقالي يوم ولا 2 ولا 3. طيب نخش بقى في اخر مرحله بعد مرحله المقاومه، المرحله الرابعه والاخيره اللي هي فعلا مرحله الوحش، اللي بيحصل فيها في اللحظه دي انه بيحصل انهيار جسدي تام. انه ممكن نخش في مرحله انهيار عصبي، ممكن نخش في سندروم او ظاهره كده. الظاهره دي بيسموها الانهاك الشعوري الجسدي الحسي، حاجه كده مكعبله شويه، اللي هو بيوصل الشخص لمرحله الصوت التون العادي، كلام عادي، انا شخص بتكلم مع اللي قدامي بصوت توني عادي بسيط، تلاقي مره واحده انا مش قادر اسمع صوت حد، انت صوتك عالي ليه، انا مش قادر اسمع حاجه. اللي بيحصل ان السيستمز او السنسورز بتاعتي، الحواس بتاعتي، سواء الملمس او الطعم او الودان واحيانا العين، ما بتبقاش قادره تستحمل التريجرز العاديه، اللي هو الصوت العادي، طعم الاكل العادي، الاضاءه العاديه. بيبدا يحصل سنسيشنز، بيحصل فيها التهابات، او بيبدا يحصل فيها حساسيه للحاجات العاديه، للمؤثرات العاديه جدا، اللي هو صوت عادي جدا، اضاءه متوسطه، مش واو، مش كبيره قوي، طعم اكل عادي، حساسيه من اللبس، انا بقى كده، بقى في حساسيه من كل حاجه، في irritation، في انهاك عصبي للجهاز العصبي بيؤدي لانهيار عصبي، في ان الشخص بيفقد الموتيفيشن تماما. في المرحله الثالثه كمان نسيت اقول لكم انه بيبدا يفقد التركيز، ان هو ما يعرفش يعمل حاجات مالتي تاسكينج مع بعض، اللي هو انا المفروض اعمل الاكل، انا عايز صوص المكرونه واسلق المكرونه، لا دول بقوا حاجتين انهاك عليه، ان انا هفكر ان انا اعمل صوص للمكرونه وهسلق المكرونه الاثنين في نفس الوقت، ده بيبقى كتير عليه لانه مش قادر يعمل حاجتين. ده لو انا اعتبرت ان دي مالتي تاسكينج اصلا، هو مش قادر يعمل حاجتين في نفس واحد، بيبدا يفقد التركيز، بيبدا يعمل بقى منيو ليست، ويبدا يعمل تشيك ليست، انا عايز اعمل كذا، ويبدا ينسى يسجل فيها حاجات، فبيبدا يفقد التركيز. في المرحله في الستيج الرابع بيفقد التركيز تماما، مش عارف يركز خالص، مش عارف انا المفروض اعمل ايه، ما اعملش ايه، ايه اللي في استطاعتي، ايه اللي مش في استطاعتي، بيبدا يحصل انهيار عصبي، بيبدا يحصل اريتيشن، بيبدا يحصل الحساسيه المفرطه دي. كمان خلوني اتاكد اتشيك بيبدا ايه كمان يحصل. المناعه بتقل كمان، المناعه الجسديه بتقل، بتبدا تظهر الاعراض الجسديه والاعراض النفسيه، ودي اللي هنقولها الحلقه الجايه، ايه هي الاعراض بالظبط اللي بتظهر من اعراض نفسيه واعراض جسديه. احنا قلنا منها شويه حاجات في كل ستيج، بس هنبدا نجمعها في الاعراض النفسيه والاعراض الجسديه والاعراض السلوكيه اللي بتبدا تظهر، وهل هو بيعتبروه مرض ولا لا. ده الفيديو اللي بعد كده اللي جاي. طيب احنا كده خليني ارتبهم بسرعه. احنا قلنا ان هم 4 ستيج. الستيج الاولانيه ستيج شهر العسل، الاحلام الورديه والطموحات الفظيعه وقدراتي الرهيبه. بعد كده مرحله المنبه، الالارم عمال يرن، انا عمال امر بضغوط عصبيه ونفسيه شديده وانا مش منتبه لها، وعمال لا افكر احل، ودي اللي بيبدا يمشي فيها المشاعر الايجابيه ويبدا يظهر فيها شويه احباطات ومشاعر سلبيه وتفكير سلبي. المرحله الرابعه مرحله المقاومه والمخاوف اللي بتظهر على السطح، وعدم قدرتي على هندله الامور، واحباط واكتئاب وقلق وخوف ومن حاجات مش عارفه هندلها، والموتيفيشن بدا يختفي. المرحله الثالثه بيبدا يظهر فيها اعراض جسديه واعراض نفسيه. المرحله الرابعه اللي هو انا ببقى خلاص مش قادر اعمل اي حاجه، بخش في مرحله بريك داون، نيرفس بريك داون او انهيار عصبي، التهابات في الاذن، في العين، التهابات في الاعضاء المسؤوله عن الحس كلها، الريسبتوري سنسورز او الجهاز الاستقبالي عندي، عينيا او وداني او حواسي. دي الاربع مراحل. في المراحل دي انا محتاجه احدد بقى انا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، وبقالي قد ايه في كل مرحله، ومحتاجه اسال نفسي بقى هو ايه اللي اتغير خلاني ابدا اخش المرحله دي. هل المهام هي اللي زادت عليا، ولا انا اللي كان عندي توقعات مش احسن حاجه، يعني توقعاتي كانت اعلى من اللازم وانا داخل العلاقه دي او انا داخل الشغل دي، توقعاتي عن نفسي او عن الشغل. هل الريسورسز اللي في الشغل اقل بكتير من المتطلبات، يعني الشغل ليه متطلبات كتيره والحاجات اللي بيساعدوني وبيقدموها لي في الشغل اقل كتير من ان انا اكفي كل المتطلبات دي، ولا انا قدراتي اللي كنت حاطط لها توقعات اعلى من اللازم
ان انا هقدر اغطي كل ده، وما كنتش واقعي في حجم قدرتي على كل اللي انا داخل عليه ده، مش جاهز له، مش متدرب له، ما عنديش استراتيجيات كفيله ان انا اتعامل معاها بطريقه صحيه. هل انا ما بتعاملش مع مشاعري بطريقه سليمه، مش بهندلها بطريقه صح، مش بخرجها بطريقه صح، ما بعبرش عنها بطريقه صح؟ ايه الحاجه اللي متغيره؟ هل انا قيمتي عند نفسي بدات تقل؟ لان في اخر مرحله الانسان بيبدا يشك في نفسه وفي قدرته وفي قيمته، زي ما كنا بنقول امبارح ان انا ماليش لازمه، ويبدا يتكون في اخر مرحله كمان احساس بالكراهيه لنفسه وللي حواليه، احساس بقله القيمه تامه، احساس بالشك في نفسه وفي كل حاجه حواليه، ان انا ماليش لازمه ومفيش حاجه حواليا ليها لازمه، خلاص يعني هي الدنيا كلها كده بح يعني. فانا ايه اللي دخلني المرحله دي؟ انا محتاج ابدا اشوف ايه التريجر اللي حصل دخلني للمرحله دي، وانا في اني مرحله وداخل على اني مرحله. استنوا الفيديو اللي جاي، هنبدا نتعرف اكتر عن اعراضه، وما تستعجلوش، الفيديوهات اللي جايه هتقول احنا محتاجين نعمل ايه عشان نتعامل ونخرج من الستيج دي ونريكفر بسرعه من البيرن اوت. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.